حكاية صارت لي اليوم وجات هكا باهية مع عيد الشغل. عم ناول حليت بوست في الفريق متاعي، وأنا في حكاية التوظيف ما نعرف حد وما نعرف شيء. لا تقول لي جايك من طرف سي المنجي، لا دخل لي بنت أختي تخدم، لا هاو السي في هذايا باش أنا نعاونك تعملي. ما يهمنيش، المعيار الوحيد اللي يهمني هو الكفاءة. وعندي حساسية شديدة جدا للناس اللي تدخل تخدم بالاكتاف، وحساسية ضد الفساد الإداري بصفة عامة. المهم حليت البوست هذا، جاوني برشا سيفيات، اخترت منهم مجموعة وعملت لهم لي زونتروتيان. منهم سيفي عجبني ياسر. في الحقيقة كنت نخايبه متاع امرأة خاطر الاسم متاع امرأة، وتفاجأت أنه راجل. ف عمل لونتروتيان عجبني، دخل يخدم معايا في الفريق وعنده شهر هو يخدم معنا. اليوم بالزهر ندور على فيديوهات في اليوتيوب، تحت فيديو هو يحكي فيها في مكان عام ويحكي على تجربته، على قصة حياته. واكتشفت اللي هو في الحقيقة أصله من رواندا، وعائلته تقتلوا في الإبادة الجماعية اللي عرفتها رواندا في التسعينات، وتقتلوا قدامه. يعني أمه وأبوه وأخواته تقتلوا قدامه، واضطر أنه يهرب من غادي ويمشي لبلد أفريقي مجاور، وهو طفل مراهق ويطلب اللجوء غادي. ومن وقتها وهو غادي يعني يبني في روحه حرفيا وحده، يعاونوا فيه منظمات المجتمع المدني. ولكن تجربة اللجوء في بلد أفريقي مش كما في الغرب، ما عنده حتى علاقة. فالإنسان هذا عاود حياته وحده كطفل في مناخ ماهوش متعود عليه، وتمكن أنه ياخذ دبلوم في الإعلامية، وأنه يخدم في برشا بلايص مختلفة على بعضها البعض. وهذه الحاجة اللي لفتت اهتمامي في السي في نتاعو، قداش خدم في بلايص ما عندها حتى علاقة ببعضها. يعني قلت هذا شخص قادر أنه يتأقلم بسهولة، حتى لين وصل للتتويج هذا أنه دخل يخدم في الفريق نتاعي في الأمم المتحدة، اللي هو كان حلم بالنسبة لي. فأنا بالطبيعة كنت فخور، وكتبت له قلت له علاش ما قلت ليش الحكاية هذه؟ يعني بالعكس هذه حاجة اللي لازم نكون فخور بها. قال لي أنا راني ما نحبش ذهنية الضحية، وما نحبش تعرفني كشخص. عجبني ياسر الجواب نتاعو، وذكرني بالمفارقة اللي عنا في الحياة بين الناس كما الشخص هذا اللي تعرض لأكبر صدمة ممكن يتعرض لها إنسان، ورغم هذا عمل من الضعف قوة وعاود بنى روحه ونجح. وبين شخص آخر تلقاه ما عندوش نفس المشاكل، يعني تلقاه عايش في أمان مثلا، ياكل ويشرب، عم يقول لك والله زوالي، ما عنديش خدمة خدموني، ويقعد في الزاوية هذيك محشول لسنوات ويستنى في حاجة تهبط له من السماء، وبالطبيعة ما يصير حتى شيء، لأنه هو حاطط روحه في زاوية ضيقة ما ينجمش يخرج منها. فهذا تفكير جيد، اللي عقلية الضحية راهي حاجة هدامة برشا، ومحتاجين أن نتخلوا عنها على مستوى الأشخاص كما على مستوى الشعوب. خاطر نعرفوا زاد اللي برشا شعوب كان قاعدت في عقلية نتاع ضحية راهي ما نجمتش تخرج من الأزمات نتاعها. ونعرفوا زاد الشعوب اللي الاقتناع أنها مفعول بها، وأنها قدرها أن تبقى في تلك الحفرة اللي هي فيها، خليها ما تنجمش تقدم وما تنجمش تتصور مستقبل مخالف. فخلينا نكونوا ضمن الناس الناجحين، وخلينا نتخلوا على منطق الضحية باش نجموا نقدموا ونجموا نبني مستقبلنا.